اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. احنا المرة اللي فاتت كنا خلاص انتهينا من ان احنا نبني الكيوبيت بتاعنا او البلوك بيلدر بتاعنا في اليو اي. تمام، يعني بدأنا نستخدمه مع اليو اي. حلو قوي. النهارده بقى المفروض ان احنا هنبتدي ونتريجر الكيوبيت ده. بس طبعا قبل ما ابتدي واعمل عملية تريجر اصلا انا حابب ان انا اعرف اوبزرف الستيتس بتاعتي، بحيث ان انا افهم هل فعلا دلوقتي الستيتس بتطلع بشكل سليم ولا لا. ما افضلش كل شويه احط برنت ستيتمنت بقى واشوف هي الستيت دي طلعت ولا ما طلعتش والكلام ده، لا. عندنا بلوك اوبزرفر ممكن نستخدمه عشان نوبزرف الموضوع ده. طبعا عشان ما اقعدش كل شويه ادخل على الكيوبيت واوفررايد الميثود اللي هي اسمها تشينج تقريبا او حاجه زي كده في المكان ده، فانا ممكن انشئ اوبزرفر. يعني تعالى كده نروح في البروجكت بتاعنا جوه مثلا الليب فولدر، ننشئ فايل كده ونسميه simple block observer دوت دارت، وهيبقى عبارة عن كلاس اسمه simple block observer. بيكستند ايه يا شباب؟ بيكستند البلوك observer. تمام كده. طبعا يفضل ما يكونش extend، خليه implement عشان يجبرنا ان احنا نعمل implement لكل الحاجات اللي موجودة عندنا. طبعا هو هنا مديني ايرور، هو لسه بيتعرف على الكود. تعال نكتب implements بس بشكل سليم كده. تمام، هنسيبه بس يتعرف عليه. حلو، هو كده اتعرف عليه. تعالى بقى نعمل implementation لكل الميثودز. ماشي. طبعا انا اللي يهمني دلوقتي الاوني تشينج، يعني ما يهمنيش تقريبا كل الحاجات دي. انا اللي يهمني دلوقتي الاوني تشينج. كل اللي انا عايز اعمله ان انا استخدم الديباج برنت. طبعا خلي بالك، يفضل دايما تستخدم الديباج برنت عن البرنت العاديه، لان البرنت العاديه دي بتفضل موجوده معاك حتى لما بتيجي تطلع ريليز او نسخه من التطبيق، وده طبعا شيء مش سليم لان انت ممكن تكون بتعمل برنت لبيانات مهمه. ما ينفعش طبعا البيانات دي تظهر، فبالتالي يفضل ما نستخدمش البرنت العاديه، خلينا نستخدم الديباج برنت. وممكن نحط هنا string عادي جدا نحط فيه اللي change، مثلا هنقوله change equal وبعد كده اللي change. بس كده، موضوع بسيط. طبعا ما كانش لازم احطها جوه brackets بالمنظر ده. ماشي كده، خلاص خلصناه. طبعا لازم اروح على المين دوت دارت واجي هنا اقول له ان انا عايز البلوك دوت الاوبزرفر هيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي السيمبل بلوك اوبزرفر اللي انا انشأته. بس كده، الموضوع بسيط جدا. فكده خلاص، يعني انا كده خلصت النقطة دي. طبعا دلوقتي كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اعمل ايه بقى؟ اعمل كده ران من الاول خالص. والمفروض ان هو هيران. انا شايف 8 تشينجز، في حاجات كتير قوي اتغيرت. احنا في الاد نوت كيوبيت ما عملناش اي حاجه، بس ماشي. يعني هو حاطط هنا تغييرات ملناش دعوه بالكلام ده. خلينا دلوقتي نقول ان احنا عملنا اد سيمبل بلوك اوبزرفر كده. تمام قوي، ونعمل كوميت وبوش. طبعا نكتفي بهذا القدر في الفيديو ده، يعني خلي الفيديو ده مسؤول عن ان احنا نضيف البلوك اوبزرفر كده لوحده، مش لازم ندخل الموضوع في بعضيها. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.